لو انت بتحب الزحمه المشروع ده لو مش انت ليك. بتدور على الدوشه وعلى النايت لايف والحاجات القويه قوي المشروع دي، ده برضو بيخاطب المشروع ده فئه مش ليك. الصحاب والعيله والناس الرايقه اللي عايزه تروح تقضي مصيف بس في مكان رايق، مكان كده يفكرهم بالعجمي زمان، مارينا زمان، الحاجات الرايقه الجميله دي. مشروعنا في كيلو 188 على مساحه 114 فدان، نسبه بنائيه على 14% فقط. 40% تقريبا من مساحه المشروع لاجونز. وبما اننا كلنا بنروح مشاريع الساحل علشان بس نشوف البحر وننبسط وعينينا تتملي كده من منظر البحر، فصدقني اكتر من 95% من المشروع ده شايف بحر، لان المشروع على 5 مصاطب. اعلى مصطبة حوالي 46 متر عن سطح البحر. 95% من التايبس الموجودة في المشروع عبارة عن تاون وتوين وستاند الون. ايه ده، يعني احنا ما عندناش شاليهات؟ لا، ده بالعكس، ده احنا عندنا شاليهات تجنن. في كل المشاريع دايما بنسمع ان مساحه الشاليه الغرفتين بتكون 90 متر، 95 متر تقريبا كده. لا، انا هنا بقى بقول لك ان انا عندي ستارتنج للاوضتين 125 متر. طب ال 125 متر دي اللي هي الاوضتين اللي هي في بعض المشاريع التانية بتعادل الثلاث اوض، يا ترى سعرها كام؟ بدايه الاسعار عندي من اول 12 مليون 500 للاوضتين. كلمينا بقى كده عن التقسيط عشان شكلك هتدينا صدمه مش حلوه ابدا. انا عمري جيت لكم بحاجه مش حلوه؟ طب والله زعلتوني منكم، بفكر ما اكملش الفيديو. بما انكم اكيد مش هتهونوا عليا فانا اكيد هقول لكم البيمنت بلان. 5% مقدم، 5% بعد 3 شهور، واقساطك على 10 سنين. اكيد بقى مش مستنيين مني تفاصيل تانية. لو عايزين تفاصيل تانية، عايزين تحجزوا، عايزين تعرفوا كل المساحات، لاني كمان عندي مساحات تجنن في الفيلل واسعار مش موجوده اصلا، كلموني بقى وشيروا بقى الفيديو بليز. يلا بقى اكسبلور ونشير والحاجات اللذيذه دي.